رسول الله. أهلا بكل حبايبي الحلوين، يا رب دايما تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معادنا مع فيديو الروحانيات. قبل ما ندخل الفيديو ما تنسوش أهم حاجة عندي إيه؟ نصلي على النبي الغالي حبيبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واللايك الحلو المتين، وتخشوا بإيديكم اليمين سبسكرايب جميل، تنوروني وتشرفوني، والقناة تزيدها البركة بيكم بأمر الله. الله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع الورقه والقلم. ليه يا اماني؟ ما انت دايما ضد الورقه والقلم. لا، النهارده بقى انا مع الورقه والقلم. ازاي؟ صلوا على النبي. ان شاء الله باذن الله احنا هيدخل علينا باذن الله شهر شعبان. شهر شعبان من الشهور الجميله اللي بترفع فيها الاعمال، سبحان الله. فكان الصحابة دايما زمان كانوا بيجهزوا دعواتهم ويجيبوا ورقة وقلم كده ويكتبوا الأدعية بتاعتهم اللي هم عايزين يدعوا بيها في شهر رمضان. يدعوا بقى الأدعية اللي ملحة عندهم، بقى حد مثلا مريض، حد عاوز يتزوج، حد عايز يخلف، حد عايز ربنا يرزقه بعمل وكده. اللي هي الأدعية اللي هي بتبقى أو لها أولويات، أو هي من محور الحياة. حد عايز يزوج ابنه أو بنته، اللي هي الحاجات المحورية دي. تمام. فكانوا بيجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا الأدعية بتاعتهم. احنا ان شاء الله بإذن الله برضه في شهر شعبان، بعد كده نصف شعبان، وبعد ما ترفع الأعمال وفي توبة كده بنعملها، بنبدأ بيها سنة جديدة حلوة ان شاء الله بإذن الله. نروح ايه؟ جايبين برضه ورقة وقلم ونروح كاتبين الأدعية بتاعتنا، عشان في شهر رمضان ان شاء الله ندعي ونلح بيها كل يوم. وهقول لكم على طريقة للدعاء واستجابة الدعاء، ودعاء تقولوه قبل الدعاء قبل الفطور، هبقى اقوله لكم ان شاء الله. ده في فيديو لوحده باذن الله. تمام. محدش عمل الطريقة دي الا واستجابت دعوته بفضل الله. ان شاء الله هقوله لكم بعد الفيديو ده. بقول لكن النهارده ان شاء الله انا معاكم النهارده باذن الله في طريقة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا يقدرنا جميعا يا رب. ونصيحة طبعا لكل مسلم ومسلمة ان احنا نتقي الله سبحانه وتعالى، ونستقبل هذا الشهر كده الكريم بتبقى نصوحة من جميع الذنوب، ونتعرف على احكام صومنا واحكام القيام، ويعني نزيد بقى في التهليل والتكبير والتسبيح، اللي هي اللي هي الذكر. تمام. الحاجات دي بتبقى جميلة في رمضان. وطبعا شهر رمضان ده شهر القرآن، شهر القرآن معروف. فطبعا ان شاء الله النهاردة بإذن الله هنعرف طريقة ختم القرآن اللي انا بستخدمها، وطبعا كتير بيستخدموها طبعا، وكل واحد على حسب ظروفه، على حسب وقته، على حسب مجهوده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس ان شاء الله ايه، النية تبقى صادقة. عندنا النية، بيت النية ان احنا ان شاء الله نقرأ في القرآن ونختمه ما نسيبهوش، لان رمضان ده شهر القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه؟ من اراد به خيرا فليفقهه في الدين. وكمان كان بيقول ايه؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة واغلقت ابواب النار. تمام كده. وسلسلة الشياطين. صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فطبعا شهر رمضان ده شهر القرآن، شهر الذكر. نزيد من التسبيح والتهليل والتكبير. مش عايزاك يا حبيبتي ست البيت تتلهي في الشغل وفي المطبخ وفي الأكل لا، لازم نخطط وننظم وقتنا. أو ده بقى استخدمي فيه ورقة وقلم، وظبطي وقتك. اعرفي وقتك، وقت الاكل ايه، هتعملي في قد ايه صلواتك وفرائضك وقراءة قرآنك واذكارك هتعمليها في قد ايه. لازم ما تضيعيش وقت خالص في رمضان ده، يهدر خالص. فان شاء الله بامر الله نتوكل على الله المستعان، وهنعرف ازاي هنختم القرآن. انا كاتبه فراغ قدامي عشان اقول لكم، يعني اللي ان شاء الله اللي هيختمه في 30 يوم، وبياخد كل يوم كده ومبرمج نفسه انه يختمه في 30 يوم، يعني ينمي من نفسه السنة دي كده، ويخليها 15 يوم، يخليها 12 يوم، يخليها 16 يوم. مش هنفضل طول عمرنا بنختم القرآن في الشهر كله. لا، لازم يبقى كل سنة عندنا
عندنا تطور. تمام. اللي طبعا بيختم القرآن في 30 يوم هيقرأ بعد كل فرد 4 صفحات، يعني هيقرأ جزء في اليوم. تمام كده. ده بالنسبة للناس اللي هي مثلا مش فاضية، وراها مشغوليات كده. الله المستعان، وربنا يعين كل واحد على حاله ويقدرنا ان شاء الله على فعل الخير وارضاء الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة اللي هو هيقراه في 15 يوم، اللي هو هيختمه في 15 يوم. هيقرا كل يوم جزئين، كل يوم جزئين، و8 صفحات بعد كل فريضة. هما ازاي الجزئين بيتقروا؟ بعد كل فريضة بتقري 8 صفحات، بعد الفجر 8 صفحات، بعد الظهر 8 صفحات، بعد العصر 8 صفحات، بعد المغرب 8 صفحات، بعد العشاء طبعا 8 صفحات. كده قريتي الجزئين. تمام. ما هو احنا هنختمه كده، مش هتقعدي بقى تقري متواصل. والله بقى لو كده معاكي وقت وعندك جهد اقري، مفيش اي مشكلة خالص. لكن احنا بنتكلم على التنظيم نفسه. تمام. هتقري بعد كل فرد برضه عشان تشوفي شغلك، تشوفي شغل بيتك، تشوفي اللي وراكي، ولكن تبقي ايه، انجزتي مهمة من مهماتك الاساسية في رمضان. 12 يوم بقى اللي هو ايه، هيسرع شوية. بعد 12 يوم هتقري كل يوم جزئين ونص، يعني بعد كل فرد 10 صفحات. حلوة كده، هتخلصيه في 12 يوم، يعني تقدري تقريه تاني، تختميه تاني بأمر الله. اللي هيقرأه أو هيختمه بعد 10 أيام كده هيختمه 3 مرات في الشهر، بسم الله ما شاء الله. هيقرأ 3 أجزاء. ازاي في اليوم؟ هيقرأ بعد كل فريضة 12 صفحة. بعد كل فريضة 12 صفحة، قريتي كده 3 أجزاء، كده هتختمي القرآن في 10 أيام بأمر الله. اللي عايز يختمه بقى، وده بقى ايه، أصحاب الهمم العالية، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللي هيختموا كل 6 أيام، يعني كل أسبوع. ده بقى لأصحاب الهمم. تمام. كل يوم هيقرأ 5 أجزاء، بسم الله ما شاء الله في وش العدو، يعني 20 صفحة بعد كل فريضة. تمام. وبكده يبقى ختم المصحف بتاعه كل 6 أيام. دي طريقة جميلة جدا ومريحة جدا، وأي ست بيت تقدر تختار الطريقة اللي تريحها بأمر الله. وطبعا مش هننسى بقى مع ذكر القرآن، مع قراءة القرآن، الذكر وتهليل وتحميد وتكبير، والذكر وتهليل وتحميد وتكبير، والصلاة على النبي واستغفار. ده بقى اكثروا منه في هذا الشهر الكريم، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الطاعات والأعمال يا رب العالمين، واستجابة الدعاء. دي كانت طريقة ختم القرآن إن شاء الله في رمضان الكريم. ونجهز نفسنا بقى إسدالات جميلة كده، مش إسدالات، إسدال. تشتري إسدال حلو شيك كده جميل، توضبي كده مكان للمصلى بتاعك. ما عندكيش مكان، وضبي المكان اللي بتصلي فيه في البيت بالمصلية بتاعتك الجميلة كده. لازم الصلاة دي ليها طقوس وروحانيات، لازم تبقي مركزة، لازم تبقي عايشة مع ربنا صلة. الصلاة صلة، يعني أنا بكلم ربنا، استحالة هكلمه في مكان مش حلو، استحالة هكلمه وأنا لابسة وحش، استحالة هكلمه وأنا سرحانة. لا، كل التركيز وكل الحب وكل الرهبة لربنا سبحانه وتعالى. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والنصيحة إن شاء الله ربنا يجازينا عليها خير أنا وإنتم أمر الله. يلا أشوفكم على خير في فيديو جديد. تنسوش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام.